هزة أرضية جديدة تضرب مدينة مغربية، لكن قبل الخوض في التفاصيل المرجو الاشتراك في القناة لتتوصلوا دائما بجديد أخبار المغرب. وفي التفاصيل، أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن هزة أرضية جديدة بقوة 3 درجات فاصلة 3 على سلم ريشتر وقعت في تمام الساعة 10:40 و52 ثانية بالتوقيت المحلي نواحي مدينة مكناس. وأفاد ذات المصدر أن مركز هذه الهزة الأرضية حدد على بعد 17 كيلومترا شرق مدينة مكناس و30 كيلومترا جنوب غرب مدينة فاس. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 10 كيلومترات، وذلك عند التقاء خط العرض 33,868 درجة شمالا وخط الطول 5,369 درجة شرقا. يأتي ذلك بعدما أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء سابقا عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3 درجات فاصلة 5 على سلم ريشتر بإقليم مكناس، موضحا أن هذه الهزة والتي حدد مركزها في جماعة دخيس التابعة لإقليم مكناس وقعت على الساعة 8:54 ثانية صباحا. وأكد عدد من المواطنين بمكناس وضواحيها شعورهم بالهزة الارتدادية التي ضربت المنطقة والتي بلغت قوتها 3 درجات فاصلة 3 على سلم ريشتر.